السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. كما راكم تشوفوا حبيباتي وصفه لا بوري، ديروها كدوزيام بلا في الشهر المبارك، نرافقوه مع الشريبه بيان سور. نقولوا بسم الله ونصلوا على رسول الله. ندخلوا مباشره في مقادير الوصفه. كما راكم تشوفوا حبيباتي، هنايا قشرت بطاطا، نقيتها قطعتها قطع صغيره، ملحتها ودرت لها شويه تاع الماء بيان سور، ونحطها فوق النار الطيب عادي كيما نطيبوا كامل البطاطا. ونروحوا للمقادير تاع لاصوص. في هاد المقيله يا البنات عندي شويه ليسكالوب قطعته دي بتي كاري، اللي عندها فيونداشي دير فيونداشي، اللي عندها بولي هاشي دير بولي هاشي، اللي ما عندهاش دير جود في الوجود. قطعت معاهم رابيت بصله بيان سور، قطعت كميه من الزيتون، ادي نوايوتي، شويه ملح، شويه فلفل كحل، نص مغرف طماطم مع 2 مغارف ولا 3 مغارف تاع الزيت. نحط كلش فوق النار يا البنات، نحاول ندخل المكونات في بعضها كما راكم تشوفوا، والنار لازم تكون قليله باش ما تنشفليش حتى تتقلى كامل هذاك الدجاج دخلو طياب كما راكم تشوفوا حبيباتي. هنا نروح نمرق له بكاس تاع الماء هكذا، نحاول نحرحر ونخلط لاصوص تاعي كامل كما راكم تشوفوا. الخدمه سهله مهله وبنتها هايله بالبزاف هكذا حبيباتي. فوالا درت نص كاس الزيت، نص كاس تمانية، مرقت بكاس تاع الماء، ونزيد هاد الوريقه تاع رند الله ونخلط، ندير نار قليله ونخلي لاصوص تاعي الطيب. والبطاطا من بعد ما طابت لي كيما راكم تشوفوا نحيها نديرها في الغيسيبيون. فوالا نصفيها مع داك الماء وندير مغرفه معمره تاع لا ماغارين فوق هذيك البطاطا وهي سخونه. واليوم يا البنات كيفاش نميكسي البطاطا، دوك تحيروا تقولوا كيفاش بالباتور. هنايا انا لا بيري تاعي حبيتها تشد روحها وتكون طريه وتشد روحها. كي نديروها بالميكسور يا البنات تكون معلكه وتكون موسوز، انا ما حبيتهاش هكاك. دوك تشوفوا القوام اللي نتحصل عليه، الميكسي وتم تترحالي ولا اروع. تترحى تقولي ريحتها بلا مولينات تاع زمان هكذا حبيباتي. شوفوا هنايا راهي شايده روحها. دوك هنا واش ندير يا البنات، نكمل نتدرب نتحصل على هاد القوام كيما راكم تشوفوا هكذا. دوكا نزيد نديرلو شويه تاع الماء، نقولوا واحد نص كاس تاع عفوا ماشي ماء، حليب، نص كاس تاع حليب، نفرغ منه شويه ونخلط ونشوف على حسب الكميه تاع البطاطا اللي درتها. ما لازمش تكون ليكيد، ماذا بينا تكون شايده روحها وطريه او ميم طون. نزيد شويه تاع الحليب ونكمل ندرب هكذا خياتي. ولاصوص تاعي راهي طيب في نار قليله، ولا بيوري تاعي بخيسك راهي واجده هكذا. شوفوا الباتور كيفاش تحصلنا على هذا القوام ولا اروع. ما خرجتش لا بيوري تاعنا الاستيكي، ما خرجتش موسوس، خرجت خفيفه هكا نوعا ما، مي بصح طريه شايده روحها، مي بصح ولا اروع. نزيدوا لها رشه تاع فلفل كحل، اللي عندها جوز الطيب تزيد شويه، ورشه ثاني تاع الملح ما نكتروش باسكو طيبناها في الماء والملح، ولا صوص تاعنا فيها الملح، مالا نزيدوا غير رشه خفيفه باش ما تجيناش صمته برك. شوفوا البنات هذا هو القوام اللي تحصلت عليه هكذا. ودوك واش ندير، نروحوا للطريقه نشوفوها في طبق التقديم. لا بيوري تاعي نديرها في لابوش ادو كيما راكم تشوفوا، ونخرجها بهذه الطريقه. تقولي رانا نخرجوا في لا كريم باتيسيير هكذا. خيروا طبق اللي حبيتوه اللي عندكم ونديروا هذا التزيين. الوسط نخليه بالعاني باش نحط فيه لاصوص. دوك تشوفوا هاوليك الشكل اللي تحصلت عليه البنات. دوك هذيك لاصوص اللي طابت نفرغها نحطها في الوسط. والله العظيم يا البنات تجربوها غير بنينه بنينه بالبزاف. انا رافقتها مع الشوربه في الفطور تاعنا، الله يبارك ولادي بصحتهم عجبتهم، اكلوها وفرحوا بها. البنات اللي مازال ما ابونيتش تابوني، اللي مازال ما دارتش جمجموا لي حبيبه قلبي، راني هنا على جالكم، والله راني نخدم ونتعب غير على جالكم. نتلاقاو في ساعه الخير، هناك المزيد ان شاء الله.